السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا، شرفتونا ونورتونا وحشتونا جدا. منتخبنا كالعادة مش عارف اقول ايه، والله مش عارف اقول ايه. يعني لازم ازمات قبل اي حاجة. ادعوا لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويكون معاهم. تاني حاجة، منتخبنا امبارح 3-0، بس اداء هزيل. منتخبنا امبارح بدأ المباراة بالشناوي ومحمد حمدي ورامي ربيعة وخالد صبحي ومحمد هاني في خط النص، حمدي فتحي، زيزو، مروان عطية، يمين تريزيجيه، شمال صلاح، راس حربة اسامه فيصل. وده التشكيل تقريبا المناسب لينا، كل واحد في مركزه، الناس بتلعب على عدلتها. الاداء ما كانش عالي، يعني ما كانش احسن حاجه موجوده، بس يعني طلع بالنتيجه المطلوبه. احنا مباراتين 6 نقاط، اداء بنلعب شوط. مش عارف انا، يمكن هي دي صدفه، يمكن ده حاجه، بس ما اظنش ان هي هتبقى حاجه دايما يعني. احنا مباراه كاب فيردي برضه لعبنا الشوط الاول، الشوط الثاني كان مستوى يعني ضعيف شويه وتحفظ دفاعي من اللعيبه من المدرب. برضه المباراه بتاعت امبارح نفس الكلام، شوط اول كويس، مش عايز اقول ممتاز لان الشوط الاول بتاع كاب فيردي كان احسن. اما الشوط الثاني، مباراه كاب فيردي ومباراه امبارح ضد بوتسوانا، برضه الشوط الثاني عليه علامات استفهام وتحفظ. يعني انا لما اتحفظ شوط ثاني قدام بوتسوانا، اما انا هلاعب غانا، هلاعب كوت ديفوار، هلاعب السنغال، هلاعب نيجيريا، هلاعب تونس، هلاعب الجزائر، هلاعب المغرب، هعمل ايه؟ هتحفظ من قبل ما انزل المباراه. ومشاكلنا مع المنتخب مش عايزه تخلص. يعني انا مش عايز اتكلم في حاجه، بس احنا عندنا نقطتين امبارح مهمين. النقطه الاولى، الايجيبشن كينج محمد صلاح 100 مباراه مع المنتخب المصري، 58 هدف. الهداف التاريخي لمنتخبنا هو كابتن حسام حسن ب 68 هدف، ده الهداف التاريخي. صلاح كده بيجي مركز ثاني 58 هدف من 100 مباراه. ربنا يوفق صلاح يا رب، صلاح يستاهل كل خير، وصلاح يستاهل الدعم. ان شاء الله صلاح يكون الهداف التاريخي لمنتخبنا، لان صلاح يستحق انه يوصل للمرحله والمكانه دي. صلاح حاجه على مستوى عالمي، يعني مش على مستوى محلي. الحاجه الثانيه والاهم بالنسبه لي، وشخص مش واخد حقه، مش يعني حقه الاعلامي مهضوم زي الناس ما بتقول كده، هو محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه اخر 3 ماتشات مع محمد صلاح، هدفين بهدفين، 4 اهداف او 6 اهداف في 6 مباريات كمان. تريزيجيه عنده 20 هدف مع المنتخب. تريزيجيه امبارح الحاجه اللي عرفناها بعد المباراه، ويستحق عليها التحيه ويستحق عليها التقدير ويستحق عليها اقول له كل لعيبه مصر اتفضلوا شوفوا تريزيجيه بيعمل ايه. تريزيجيه راجل ايده مكسوره، وطلع امبارح واتكلم انه لابس تيشيرت بكم عشان خاطر كابتن حسام ما يشوفش الاصابه اللي في ايده، عشان الراجل حابب يلعب منتخب مصر. وهو ده اللي حابب يلعب منتخب مصر، ده اللي تقدر تقول عليه انا عايز العب منتخب مصر، مش الناس اللي بتقول اي كلام. ده اللي اتقال عليه فعليا، انا حابب العب منتخب مصر. راجل مصاب وبيدار اصابته، مش كان عادي جدا، تقارير طبيه يا جماعه انا مصاب مش قادر العب والموضوع خلص. بس تريزيجيه ما عملش كده. تريزيجيه تحمل على اصابته ودار الاصابه ولعب ما شاء الله هدفين امبارح، مباراه 4-0. تريزيجيه نجم اللقاء، يعني نجم اللقاء بلا منازع، رغم ان نجم اللقاءين كمان تريزيجيه مش واخد حقه اعلاميا، مع انه من الناس الموهوبه جدا، الناس اللي عملت معانا، يعني بتعمل دايما في الاوقات الصعبه دايما تلاقي تريزيجيه موجود وعلى مستوى الحدث. الحاجه الاخيره قبل ما نختم، بوبنزا خلاص رسميا مش جاي الزمالك. بوبنزا خلاص، الشركه اللي هي ماسكه رعايه بوبنزا، الشركه الراعيه اللي ماسكه التعاقدات بتاعته، اعلنت امبارح رسميا ان بوبنزا مش هيجي الزمالك، وهيكون في ان هم تقريبا هيرجعوا 350,000 دولار اللي تم تحويلهم من نادي الزمالك لحساب اللاعب الشخصي، لان خلاص الصفقه فشلت رسميا. بس الراجل المذيع على قناه الزمالك مينا ماهر طالع بيقول لك انا كل انديه الدوري عملت صفقات وكل الناس شغاله الا الزمالك اللي بيحصل معاه كده. يا حبيبي ما حدش عامل مع الزمالك حاجه، ده الحقيقه وده اللي موجود، ما حدش يتبلع على الزمالك في كلام. مشكله خالد بوطيب، اتشمبونج، كل الناس، سامسونج امبارح، كل الناس كانت بتاخد 10 و20 الف في انديتها، كانت عندنا بتتكلم في مليون وشويه. قالوا الزمالك، انا بس مش بس انا بخص نادي الزمالك لان هم طالعين بيشتكوا كتير ان الناس ازاي توصل لاعب حاجه زي كده. دي الحاجه اللي وصلت دي حاجه على ارض الواقع حقيقيه، مش افتراء يا جماعه والله. نشوف المشكله عندكم منين، شوفوا المشكله في نادي الزمالك منين. المشكله مش من بره، المشكله من جوه النادي، المشكله من جوه. المشاكل دي طلعت من جوه النادي،
تعاقدات غريبه وعقود غريبه. انا واحد من الناس والله عن راي شخصي اقسم بالله قناعه شخصيه، انا ما بحب اشوف الزمالك في الوضع ده. احب يكون في منافسه وفي يعني تكون المنافسه على شدها، لان دول يعني اكبر ناديين في مصر وافريقيا. انت طالع بتشتكي وزعلان واصل الناس، لا يا الناس ما بتقولش حاجه، ده الواقع والحاجه رسميه موجوده في الفيفا وموجوده باوراق وموجوده بمستندات وقضايا في الفيفا موجوده. مش عايز اقول في موضوع الصفقات اكتر من كده، لان الزمالك بيعقد صفقات محليه 3 4 5 صفقات، كله كلام. والاهلي برضه من بعد الاربع صفقات اللي اتكلمنا فيهم مفيش حاجه على ارض الواقع تقدر تستند عليها ان دي هتبقى حقيقه او ان الصفقه دي في الطريق، رغم ان احنا عندنا ازمه اجنحه كبيره جدا 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 في النادي الاهلي. الراجل بتاع زد، واحنا كنا في حاجه جدا لعبد الرحمن مجدي بتاع الاسماعيلي قبل ما يروح بيراميدز، بس طبعا رؤيه الاداره واحنا في ظهر ادارتنا وفي ظهر نادينا، في اي قرار ياخدوه واحنا معاهم لابعد الحدود. الحاجه الاخيره بتمنى من اخواتنا وحبايبنا شير يا جماعه، عشان الفيديوهات بس توصل لاكتر عدد من الناس. شير ولايك جميل وكومنت لطيف من الناس اللطيفه حبايبنا اللي منورانا، انتوا اخواتنا واحنا بنعمل كل ده وبنتعب كل التعب ده عشان خاطركم. القناه دي بتاعتكم منكم وليكم، واحنا بس كنا عايزين الناس تسيب في التعليقات انت شايف مين من لعيبه الدوري او من اجنحه الدوري يكون مناسب للنادي الاهلي، ونتناقش في الموضوع ده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.